أنواع كتير جدًا من الخبز، هو العيش، عرف منه المدوّر والمخروطي والمستطيل، كان في كمان منه المحشي وفي منه السادة، أنواع وأشكال كتيرة جدًا من الخبز هنعرفها مع بعض من أول ما كان مجرد زرعة لغاية ما وصل لنا على الرسومات المصرية. تعالوا نحكي القصة من البداية. وبداية حكاية العيش هي الحبة. مناظر الزراعة في النقوش والأدوات اللي تركها المصري القديم بتبين زراعة القمح وحصاده والتخزين في صوامع. أول مراحل صناعة الخبز بتبتدي بالكيل، المكيال، لأن كل حاجة عندهم كانت بحساب وتقدير، وده اللي كان بيسجل خرج من الصوامع مقدار قمح قد إيه وفاضل فيها قد إيه. بعد كده بتبدأ المرحلة التانية وهي تنقية القمح أو الحبة من الشوائب اللي موجودة فيها، ودي كانوا بيعملوها الستات من خلال المنخل. بعد كده بقى بيبدأ دور الرجالة لأن المرحلة دي محتاجة رجالة أقوياء. مراحل دق القمح وفصل الحبة عن القشرة اللي فيها، بيبقى فيه 2 رجالة أو 3 بيتناوبوا على دق القمح بقوة. مناظر كتيرة بتبين لينا إزاي هم كانوا بيطحنوا الدقيق. في كمان كانوا بيستخدموا الرحاية. العملية دي في الآخر خالص بتخلينا ناخد الدقيق ونطلع النخالة اللي بتتحط على جنب وبتكون غذاء للحيوانات. بعد كده مرحلة تانية وهي مرحلة العجن. بمية دافية بيبدأ الدقيق يتعجن واحدة واحدة، وبعدين يبدأوا يعجنوا الدقيق تقريبا زي ما بنعجن دلوقتي، مفيش أي اختلاف. وبرضو المناظر بتبين لنا كانوا بيعجنوا إزاي. أثناء العجن بيبدأ إضافة الخميرة، بيحطوا الخميرة للعجين وبعد كده بيبدأ تاني يعجنوا الدقيق. في حركة بقى كانوا بيعملوها، كانوا بياخدوا جزء من العجين ويحطوه على جنب الإناء علشان يعرفوا مقدار التخمير بتاع العجينة وصل قد إيه. مرحلة بعد كده بيبدأوا يقطعوا العجين ويحطوه على ردة ويسيبوه يتخمر شوية. بيجهزوا بقى أشكال العيش. الحقيقة احنا عندنا حوالي 15 نوع من أنواع العيش، منها العيش اللي كان بيتحط في قوالب زي دي. القوالب ليها نتوءات، بيبقى من أول 1 أو 2 لغاية 5 نتوءات، وبيحطوا فيها العجينة بتتخرم بالمنظر ده، وبعد ما بتستوي بيبقى الجزء اللي فيها الأخرام دي مقرمشة. وده منظر العيش بعد ما استوى في المتحف المصري. ده كمان نوع تاني من العيش زي الكب كيك كده، أواني بتتسخن في النار وبعدين بياخدوها يدهنوها من الجناب بمادة دهنية، وبعدين يصبوا فيها العجين المرة دي بيبقى واخد شكل سائل، بيتحط كده وبيبدأ يتظبط علشان خاطر بعد ما العجينة تستوي بتبقى واخدة الشكل المخروطي ده. وده احنا عرفناه من منظر التماثيل اللي موجودة في المقابر، وكان صانع الخبز أو الخباز قاعد قدامها مستنيها لما تستوي. والمصري كان عنده تكاته وحركاته في صناعة العيش، يعني كان بيحليه بالعسل ويحشيه بالفواكه المجففة زي التين والجميز والتمر والزبيب والدوم. وبكده نعرف سر حب المصريين دلوقتي للعيش، العيش اللي جت منها كلمة العيشة يعني الحياة. ولما بنحلف بالعيش والملح، ولما بنقدر الشغل بنقول خارجين علشان نجري على لقمة العيش. احنا متغيرناش.